السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحياتي لكم، أخوكم حسن فار داخل مصر وخارج مصر. نبدأ بصلاة سيدنا النبي ونبدأ بالصلاة على سيدنا النبي بفضل الله عز وجل. أنا من شهر كده أو أكتر من شهر، سنة بسيطة، نقول من شهر بفضل الله عز وجل اشتريت شوية عجول بفضل الله عز وجل. تمام. أنا كانت الدور ماشي، حمى ال3 أيام أو الحمى الثلاثية كانت ماشية موجودة في معظم البهايم وفي معظم البيوت وفي معظم الاسواق. كان الدور ماشي عند بعض الناس بفضل الله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين، انا اشتريت في الوقت اشتريت عجول في الوقت اللي الدور ماشي فيه. لما جبت العجول طلعت منها بالسوق، فانا استقبلتها على حاجه بفضل الله عز وجل من السوق نفسه، على حاجه للجهاز التنفسي. جبتهم معايا في العربيه بفضل الله تمام 100 100 بفضل الله. نزلتهم. اول حاجه بعد ما اشتريت تابعت اول حاجه ان انا حافظت عليهم من السوق، ده اول حاجه من الطلعه. تاني حاجه ان انا لما جبتهم هنا اشتغلت معاهم بعناية اشوف العجل اللي بياكل ايه واللي بيشرب ايه. فضلت متابعه جامد جدا جدا جدا. اهم حاجه عندي الاكل والشرب بس. طبعا في عجول اشتغلت وفي عجول كانت كانه شويه، فضلت متابع الكانن يوم واثنين وثلاثه واربعه لحد ما دار. في عجول شربت وفي عجول لسه ما شربتش. الامور بقت طبيعيه. طيب انا ما حصنتش، جبت العجول اشتريتها من السوق وبقالي شهر وشويه ما خدوش ابره واحده، غير الحمى بتاعت حمى النجل، حمى الجهاز التنفسي بتاعت الجهاز التنفسي بس. طيب ليه ما حصنتش يا عم حسن؟ لان انا بقيت مركز بعناية على البهايم. ازاي مركز يا عم حسن؟ طول ما الدور ماشي، طول ما في حمى، طول ما الناس كلها بتجري على الدكاتره وتحصن تحصن تحصن تحصن، فانت لما تشتري عجول او تشتري عجل او بقره او اي حاجه ما تحصنهاش، لان 90% لو انت مش عارف خط السير بتاعها، فالعجله دي او البقره دي او الشابه دي متحصنه تحصين كامل واخده علاجات فوق ما تتخيل، بل ممكن يكون كان عندها الدور واخده علاج ولسه طالعه منه. فانت ما بتحصنش، بس بتتابع حاجتين اتنين: الاكل والشرب بتاع البهيم بتتابعه 100%، ده رقم واحد. رقم اتنين صحه العجل، ان هو ما بطلش اكل، ان جاله سخونيه، ان جاله اسهال، العجل اتغير عليه حاجه، العجل كسلان وما بياكلش. هو ده النقطه المهمه. وما تديش اي نوع علاج، ما تستقبلش بحاجه خالص. طول ما انت في دور ماشي، طول ما في دور ماشي في البلد وفي الاسواق والناس محصنه تحصين جامد، فانت لما هتجيب العجول عندك وتحصن العجول وتحصن البهيم وتنزل عليه بالحمى ال3 ايام وتنزل عليه بالسخونيه ومفتح شهيه ومضاد سموم ومنشط كبد والجلد العقدي والكلاعيه وكل انواع المرض في الجهاز التنفسي وغيره وغيره وغيره، كل الامراض ديت انت هتبدا تحصنها وتشتغل عليها، مقابل ان انت هتدي عجل حاجه للديدان وشرب الديدان وفومات وهترش الجراد. كل ده العجل طالع واخد حجن انت ما تعرفش مصيرها ايه وهو كان واخدها ليه. بس لازم تتابع. سامحوني انا مش قادر اتكلم، انا كنت تعبان شويه. لازم تتابع اهم حاجه. تيجي بقى العجل بدا يتحسن معايا بفضل الله عز وجل، العجل غير معايا، عدى على العجل 30 يوم ما خدش اي حاجه خالص. طب لو ما فيش دور يا عم حسن، هبدا البرنامج بتاعي. ممكن العجل ده ما يبقاش متحسن بقى 4 5 شهور، لكن طول ما في دور فالعجول دي تبقى واخده علاج رهيب يعني. نيجي بقى بصلاه سيدنا النبي. العجل غير معاك وكل معاك وتحسن معاك ومشى معاك تمام. بعد 30 يوم انا لسه ما بداتش، بس هبدا بالثلاث حاجات دول وهتابعهم معاكم. اول حاجه شرب الديدان، شرب الديدان واوفوماك واللهم صل على سيدنا النبي ورش الجراد. 3 حاجات دول بس. يعني اي رش الجراد اللي هو البرغوث والحاجه اللي بتنجل والكلام ده كلته والجراد والحاجات دي كلها، هيبقى الرش هيشمل ده كله. يبقى الرش الجراد والاوفوماك وشربة الديدان اللي هي التجريعه يعني بفضل الله عز وجل. دول هدوم لهم بفضل الله عز وجل اليومين الجايين دول، وهصورهم وانزلكم ان شاء الله. كده انا بدات مع العجل بتاعي صح. اهم حاجه عندي بالنسبه لي، اهم حاجه عندي بالنسبه لي كحسن، هي كانت اول لقطه اللي هي اول شهر ده ما ادهمش علاج. كنت مركز في الموضوع ده جامد. كده العجل انا عرفت مصيره، بدأ معايا من الصفر،
بدأ معايا هبدأ اشتغل معاه، اعرف انا اديته ايه والعجل ماشي ازاي، مقابل ان انا عرفت العجل اللي بياكل والعجل اللي بياكلش من غير ما ياخد علاج. يعني انا واخده دلوقتي ما اعرفش كان مصيره ايه، عرفت العجل اللي بياكل والعجل اللي بياكلش، هشتغل بقى على العجل اللي بياكل وهشتغل على العجل اللي بياكلش، كل واحد هيبقى له نظام معايا. فدي كانت ميزه كويسه بفضل الله ان انا اعملها في الفتره اللي جايه ديت. بفضل الله عز وجل ان شاء الله هنزل دوره تانية بفضل الله عز وجل ان شاء الله. اليومين الجايين برضه هتابع معاكم، بقت اكبر، بقت نتايات، بقت شبابي، بقت عجول جاموس، هقول لك برضه نظامها وبرنامجها ان شاء الله باذن رب العالمين، والدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله باذن رب العالمين. الايام اللي جايه تكون ايام خير عليكم. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه في المربي اللي زي حالاتي هي مراعاه الحاجه، هي عينك للحاجه، هي بصك للحاجه ومتابعك لها. اكلتك النظيفه، لقمك النظيف، بالراحه واحده بواحده على العجل وما تدوس عليه، وان شاء الله يبقى كويس معاك والدنيا تبقى كويسه معاك. سامحوني ان انا تعبان، وادعوا لي ان ربنا يبارك لنا في ايامنا، ويبارك لنا في اولادنا وفي ذريتنا وفي صحتنا، ويبارك لنا في مالنا، ويرزق كل الناس بالحلال. لو انت اول مره بتشوف اخوك حسن، ادعي لنا في صلاه سيدنا النبي، اشترك عندنا، وفعل لنا الجرس، واعمل لنا متابعه دايما باستمرار عشان كل ما ننزل فيديو بفضل الله عز وجل يكون عندك. واسف ان انا طولت عليكم، يا رب الايام اللي جايه تكون ايام خير عليكم. تحياتي لكم، اخوكم حسن الفار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.